أهلاً بيكم في قناة قصص وروايات. معانا كل قصة هتلمس قلبك وتديك أمل جديد. يلا بينا نسمع قصة النهاردة. قصة نسمة الصبح الأولى. كان يا مكان، في يوم من الأيام كان في راجل بسيط اسمه يونس. كان دايماً حاسس إن الدنيا مقفلة في وشه، كل حاجة ماشية بالعافية، ولا شغل بيرضى يكمل ولا حلم بيتحقق. يونس كان كل يوم يصحى الصبح، يبص في المراية ويحس إن مفيش فايدة، يحس إن كل يوم شبه اللي قبله. لكن في يوم وهو قاعد على السطح قرر يستنى نسمة الصبح، النسمة اللي دايما كانت بتعدي بسرعة وهو عمره ما خد باله منها. المرة دي قعد ساكت، حابس نفسه، بيشم الهوا البارد، بيسمع صوت العصافير، وبيحس في قلبه حاجة جديدة. حس كأن النسمة دي بتوشوشه، بتقوله: كل يوم فرصة جديدة يا يونس، ليه ما تبتديش من تاني؟ ليه ما تحاولش تفرح تاني؟ يونس اتفاجأ، حط إيده على قلبه وقال: فعلا، يمكن أنا اللي كنت قافل على نفسي، يمكن كل يوم جديد جايب معاه أمل وأنا اللي مش شايف. من بعدها كل يوم يونس بقى يصحى قبل الشمس، يستنى النسمة، يحسها ويبتسم. بقى ينزل شغله وهو فرحان، يتكلم مع الناس وهو متحمس، يزرع ورد في البلكونة ويبدأ يخطط لأحلامه من جديد. وفي يوم وقف يونس يبص للسما وقال وهو بيرفع إيديه: شكراً يا رب على كل نسمة جديدة، كل يوم فرصة وأنا هعيشها صح. من ساعتها حياته كلها اتغيرت، بقى قلبه مليان شغف وروحه مليانة طاقة، وكل اللي حواليه حسوا بيه واتعلموا منه. الرسالة: كل يوم بداية جديدة، ما تيأسش مهما كانت الظروف، مهما كانت الصعوبات. ابدأ وابتسم وصدق إن بكرة أحلى، وكل يوم ربنا بيبعته هدية جديدة للي عايز يشوفها. لو عجبتك القصة ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قصص وروايات. شكراً ليكم ونشوفكم في قصة جديدة.